السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير في أفضل حال في صحة جيدة. في هذا الفيديو بحول الله تعالى غادي نهضر على الحالة التحكيمية اللي كانت في المقابلة ديال الشباب المحمدية ضد الوداد الرياضي البيضاوي اللي انتهت ب5-1 لصالح الوداد الرياضي البيضاوي. والمقابلة الثانية يعني الحالة التحكيمية اللي كانت في المقابلة الثانية بين نهضة بركان ونهضة الزمامرة اللي انتهت لصالح نهضة بركان ب1-0. في هذه الحالات التحكيمية غادي نهضر عليهم بكل موضوعية وحيادية، وغادي نحاول نتجرد الانتماء ديالي. نبدأ بالمقابلة ديال الشباب المحمدية ضد الوداد الرياضي البيضاوي اللي كانوا فيهم ثلاثة الحالات: طرد ديال لاعب شباب المحمدية، كذلك تدخل ديال أرتور على لاعب شباب المحمدية، وكذلك ضربة جزاء ديال الوداد ضد شباب المحمدية. بالنسبة للتدخل ديال أرتور على لاعب شباب المحمدية، واحد التدخل اللي كان قوي من طرف أرتور، ولكن للأسف لا الحكم الرئيسي اللي كان قريب من الحالة وكذلك حتى الغرفة ديال الفار ما تدخلاتش. وهذه نفس الحالة اللي كانت في المقابلة ديال الفتح الرباطي ضد الجيش الملكي. التدخل ديال أجوغلال على اللاعب الفتح الرباطي دخل، يعني دخلت الغرفة ديال الفار ونبهت الحكم وجا وشاف اللقطة يعني في الفار وجبد الحمراء وعطاها لأجوغلال. ونفس الحالة ديال أرتور، ولكن لا غرفة ديال الفار دخلات ولا الحكم الرئيسي يعني كان عنده ديك الجرأة انه يعطي بطاقة حمراء. ما عرفناش السبب اللي كيخلي الحكام يعني في المقابلات ديال الوداد كيرتكبوا اخطاء. كنشوفوا هنا ضربات الجزاء ديال الوداد كتكون في كل مقابلة كاين ضربة جزاء. كل مقابله شفنا واحد ضربه جزاء في بدايه الموسم اللي كانت خياليه ضد المغرب التطواني، شفنا واحد ضربه جزاء كذلك على المغرب التطواني في تطوان، كذلك هذيك ضربه جزاء فيها ألف علامه استفهام، لان التدخل كان عادي من مدافع ديال المغرب التطواني، ولكن الحكم عطى الوداد ضربه جزاء. يعني في كل مقابله كاين ضربه جزاء لصالح الوداد الرياضي البيضاوي. واش هادشي تمهيد بان باش يقربوا الوداد الرياضي البيضاوي من الصداره؟ ربما، لان الوداد دارت انتدابات، آه، انتدابات كثيره وباثمنه خياليه. لهذا كاين واحد الضغط على الاداره، وعارف بان هشام ايتمنى هو نائب ديال رئيس العصبه الاحترافيه، ولهذا كيدخلنا نشك في هذه الأخطاء التحكيمية اللي كتكون لصالح الوداد الرياضي البيضاوي. بالنسبة للحالات التحكيمية اللي كانت في المقابلة ديال نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة، كان تدخل ديال كاميرا لاعب ديال أو مهاجم ديال نهضة الزمامرة. وصراحة أنا غادي نهضر بكل موضوعية، هذيك ضربة جزاء لأن الكاميرا ضرب الرجل ديال مهاجم ديال نهضة الزمامرة، ولكن ديك الحالة سبقها تسلل، حتى الغرفة ديال الفار حاولت تغلط حتى الحكم الرئيسي، يعني عطات لهم ديك الحالة ديال ضربة جزاء، وكان ما كان خاصهم اولا يشوفوا واش فيها تسلل ولا لا. مين كان فيها تسلل رجع للتسلل. وعلى فكرة افضل مقابلة للحكم نوف النشيط هذه المقابلة اللي قادها بين نهضة بركان نهضة الزمالك. نعم دار اخطاء الحكم بانه كان يصفر بزاف، ولكن بالنسبة للاخطاء، اي خطأ كان يصفر عليه وما كانش شي اخطاء مؤثرة في المقابلة. لهذا من افضل المقابلات بالنسبة لي لنوف النشيط هذه المقابلة. يعني قد مقابلة صراحة دار واحد التحكيم اللي كان في المستوى. انتقلوا الى يعني المنابر الإعلامية، سواء المنبر العمومي والمنابر الخاصة. شفنا بأن نسموا الأسماء بمسمياتها. راديو مارس، راديو مارس تفرجت واحد الحلقة ديال داك ديال علماء مارس اللي فيها هذاك عمارة، فيها يعني هذوك الجماعة ديالهم، وهضروا هكا على البطولة، وجابوا تقريبا ساعة هكاك يهضروا على الوداد مع انه الزاوج، ونهض بركان عطولو 10 دقائق. ما زال الاعلام ديالنا كيتعامل بالانتماء، ماشي الانتماء انه الفريق الوداد، لا لا لا،
الانتماء للمنطقة الجغرافية. مازال ديك العقلية القديمة مازال كيستعملوها في الإعلام ديالنا. نحن مقبلون على كأس إفريقيا وعلى كأس العالم، ومازال الصحافة يعني كتعامل بهذه الطريقة هذه، بالنوع من كأن المغرب مقسم. المغرب يعني المغرب يعني النافع هو دار البيضاء، الرباط، كذا كذا. وحتى الرباط يعني حتى الفريق ديال الرباط مثل الجيش الملكي كيتعاملوا معه واحد التعامل اللي مختلف من كيتعاملوا مع الوداد والرجاء. مع الوداد بقاو يمدحوا فيه وكذا وكذا، مع نهضة بركان كيتعاملوا معه التعامل اللي مختلف كأنه فريق غير مغربي. راديو مارس منبر عمومي كيتحتم عليهم انهم يهضروا بموضوعيه. من تهضر في الصفحه ديالك الشخصيه ولا الصفحه ديالك على الفيسبوك، هضر كيما بغيتي، بين الانتماء ديالك، دافع على الوداد ولا دافع على الرجاء، سوقك هذاك. ولكن في المنبر عمومي كتخلص من الاموال ديال المغاربه، خاصك تهضر بكل موضوعيه. ماشي هذاك الشيء راه كنقول حنا من باب الاستحسان ولا من باب المباح، لا، من باب الواجب. واجب عليك ان تهضر بحياديه. وحتى في الحالة ديال التحكيم، يعني في الحالة ديال التحكيم تهضر بموضوعية. انا في هاد مثلا في هاد القناة هادي من حقي نميل نهضر بركان، من حقي نميل مثلا الجيش الملكي، من حقي نميل مثلا النادي مثلا المكناسي. من حقي، من حقي لحقاش هادي هاد القناة ديالي، ماشي منبر عمومي. ما ماشي انا هاد القناة كتخلص من اموال ديال الشعب، لا. ولكن في راديو مارس واجب عليهم انهم يهضروا بحيادية، واجب عليهم. لو كان يعني في واحد الدولة اللي صارمة في القوانين ديالها، لا سدات داك المنبر هذاك، لانه لانه ما كينضبطش القانون، ما كينضبطش القانون. ماشي انا بحال هذاك المنبر هذاك كيميل لواحد لشي فرق وكيبين الانتماء ديالهم لشي فرق، وكيهضر بواحد اللغة اللي غير واقعية. بحال واحد المرة في واحد البرنامج في راديو مارس بقاو يهضروا كيقولوا 10 دراهم للدخلة، 10 دراهم للدخلة، وبقاو يقول لك زعما كيفاش 10 دراهم للدخلة، و وكيجيبوا افضل اللاعبين باثمنه خياليه. ديك 10 دراهم للدخلة لو قالها واحد او قالها واحد من الانصار ديال الوداد، الانصار ديال الرجاء، مقبوله منهم، واخا هي مخالف للواقع، مقبوله منهم لحقاش ما انصار كيدفعوا الفريق ديالهم. ولكن يقولها واحد المنبر عمومي راه خطير. يعني كأن كيتكلموا ب... بلسان المشجعين، وكأنهم كيحرضوا على الشغب، لأنهم كيهيجوا جمهور على جمهور. عيب وعار أننا ننظم كأس إفريقيا وننظم كأس العالم ومازال عندنا بحال هاد الإعلاميين. عيب وعار. خاص واحد التكوين، خاص الدولة تخدم على الإعلام، خاص تخدم على الإعلام. راه ما يمكنش أننا ننظمو كأس العالم، ننظمو كأس إفريقيا وجاية تظاهرات كبيرة ومازال عندنا إعلاميين بهاد العقلية هذه وبطريقة ديال الهضرة، لغة شعبية سوقية. شوفوا ندير واحد المقارنة بين إعلاميين ديال تونس، إعلاميين ديال مصر، لا مجال للمقارنة صراحة، لا مجال للمقارنة. شوف طريقة الهضرة، تفرجوا غير في اون تايم سبورت كيفاش كيحلوا الحالات التحكيمية، كيفاش يهضروا على الأخطاء التحكيمية مثلا، وعلى كذلك الدوريات العالمية بواحد اللغة ديال الكرة، ماشي اللغة ديال السوق. فراديو مارس اللغة ديال السوق، تقول جايبين شي وحدين اللي لا علاقة لهم بكرة القدم. على فكرة شي وحدين يعني عندهم قنوات في اليوتيوب والله الا كيحلوا وكيقدموا تحليل في المستوى مقارنة مع هاد الناس هاد. لهذا خاص الدولة ديالنا تخدم على الإعلام، تخدم على الإعلام. الإعلام ضروري 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 بزاف باش تسوق الكرة ديالك. راه بهاد الإعلاميين والله ما نقدروا نسوقوا الكرة ديالنا،
راه بالحلف والله ما نقدروا نسوقوا الكره ديالنا. هادو 7 الفرق اللي ما كتنتميش للدار البيضاء، و كنقولوا حنا قط ولا اقل على الفرق اللي كتكون خارج المغرب. ملي كتشارك خصنا واحد الاعلام من كيشاركوا الفرق المغربيه في المنافسات القاريه، دير الضغط، دير الضغط على الخصوم. بحال العام اللي فات في النهائي ديال نهضة بركان ضد الزمالك، كان خاص الاعلام ديالنا يدير واحد الضغط على الزمالك المصري. كذلك في واحد النهائي بين الوداد البيضاوي ضد الاهلي المصري، كان خاصهم يديروا واحد الضغط على الاهلي المصري، ولكن للاسف ما كانش كاين هذاك عادل العماري شويه، ولكن خاص اعلاميين في المستوى اللي عندهم واحد التاثير اللي يخلي الاعلام العربي عفوا يخلي آه، العالم العربي، يعني العالم والعالم الاسلامي، من يهضروا هادو ياثروا فيهم. يعني مثلا من يهضر الاعلام المغربي ياثر في الساحه الافريقيه. وعلى فكره راه اشرف حكيمي من ما داش الكره الذهبيه الافريقيه راه بسبب ضعف الاعلام ديالنا، وراه قالها حتى الحجوي صاحب قناه منتخب فانز، قالها. وهذا كان محلل حتى في ميدي ان تي في، قال من اسباب انه اشرف حكيمي ما داش الكره الذهبيه الافريقيه ضعف الاعلام المغربي. ما عندناش اعلام قوي، عندنا اعلام ضعيف جدا كيتكلم بلسان المشجعين، بلغه سوقيه، كيأثر غير في الساحه المغربيه، ما كيأثرش خارج الساحه المغربيه، فالح غير في تشجيع الجمهور على الجمهور صافي. المهم انا هادشي غير بين قوسين. المهم درت على الحالات التحكيميه اللي كانت في المقابله ديال الوداد الرياضي البيضاوي ضد شباب المحمديه، والمقابله ديال نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة. على فكرة كل ما كتكون شي حاجة، مثلا كتكون شي حملة على فريق نهضة بركان، كانت واحد الحملة نهضة بركان على بقاو يقولوا من كتجيب نهضة بركان فلوس تقرير مالي وداك الشيء، وموراها جابت الوداد افضل اللاعبين. وكذلك داروا واحد الحملة على نهضة بركان بانه كيستافد من التحكيم، وشفنا العكس، شفنا الوداد هو اللي كيستافد من التحكيم. وصلتكم الفكرة؟